ازاي بنوا مكتبة فوق البحر؟ تعال اقول لك على مبنى اتبنى فوق المية تقريبا. مكتبة اسكندرية الجديدة. ليه جديدة؟ عشان القديمة اتحرقت. المكان ده على الكورنيش، بس الأرض اللي اتبنت عليه مليانة مياه جوفية، يعني لو حفرت شبر المية تطلع لك تحت رجلك. سنة 1989 مصر عملت مسابقة دولية لتصميم المكتبة الجديدة عشان تعيد أمجاد المكتبة القديمة. أكتر من 500 مكتب شاركوا من 77 دولة، واللي كسب مكتب سونيتا النرويجي. عملوا تصميم عبقري، قرص شمس مايل على البحر كأنه بيشرق من تاني، وده يبقى رمز لرجوع النور والمعرفة بعد حريق المكتبة القديمة. بس هنا كانت المشكلة، ازاي تبني على تربة كلها مية؟ والحل، عملوا حيطان خرسانية ضخمة اسمها دايفراجم وولز بعمق يصل ل 30 متر حوالين الموقع كله، وابتدوا يشفطوا المية بنظام اسمه دي ووترينج شغال 24 ساعة. بعدها صبوا أساسات خاصة خرسانة تقاوم المية، كأنهم بيبنوا غواصة مش مبنى. والنتيجة مكتبة ضخمة تحت مستوى سطح البحر، 8 مليون كتاب، قاعات للأطفال والمكفوفين، 4 متاحف، و15 مع قبة سماوية، ومركز أرشيف إنترنت عالمي. والواجهة بتاعت المبنى مصنوعة من الجرانيت الأسواني، محفور عليه 120 لغة من لغات العالم. المكان ده مش مجرد مبنى، دي عمارة متحدية طبيعة، وقصة نور رجع يطلع من قلب البحر. سلام.